ايه ده؟ افتح على الصفحة الخامسة. وما لقيتش غير الجورنال المعفن ده. لا 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 لا، ده بيوزع أكتر كتير من جرايد كبيرة ليها اسم وتاريخ. هايل. ايه رأيك بقى في الصياغة؟ صايع قوي. بتقول اللي ما يعرفش يعرف. ويا ترى بقى ايه هي الخطوة الجاية؟ الكرة دلوقتي في ملعبه، اكيد هيجي لك. بس انا ايه اللي يخليه يعرف ان انا ورا الموضوع ده؟ ماهر مش غبي. عموما لو ما جالكش خلال يومين تروح له. اروح، بس اقول له ايه؟ لا، دي عايزة رواقة وتفكير هادي. خلينا نستنى شوية كده ونشوف هيعمل ايه. خلي الخطوة الأولى من عنده. ايوه يا استاذ صبحي، انا جاي لك على طول اهو مسافه السكه. اوكي، باي باي. صباح الخير يا مهر بيه. صباح الخير، الناس جت؟ الناس مين سعادتك؟ مش في اجتماع ولا ايه؟ الظاهر يا فندم انه اتلغى. الظاهر. انا مش عارف انا مالي. ايه يا استاذ صبحي، انت لغيت الاجتماع ليه؟ انا ما لغيتوش، انا اجلته. ايوه ليه برضه؟ ما فهمتش. حضرتك شفت الجريده دي؟ يا دي الجريده المنيله ب 60 نيله، مال الجريده دي ومال الزفت الاجتماع؟ استاذ ماهر من فضلك من غير عصبيه، انا راجل كبير ما استحملش العصبيه دي. انا اسف، بس انت عارف اهميه الاجتماع بالناس دول. عارف، وانا صاحب الاقتراح ده، لكن تضمن منين ان كل واحد من الاعضاء اللي جايين ما يكونش معاه نسخه من الجريده دي؟ كل الكلام اللي فيها ده كذب. انت بتقول انا الكلام ده؟ ما انا عارف انه كذب، لكن العيار اللي ما يصيبش يدوش، واحنا موقفنا حساس جدا يا باشمهندس. في حاجه تانية يا استاذ صبحي حضرتك مش واخد بالك منها. اللي هي ايه بقى؟ دي جريده من الجرايد الصفراء، يعني لا حد بيقراها ولا حد بيشتريها اساسا. ده اللي انا كنت متصوره اول ما جيت النهارده الصبح وجابوا لي الجريده، لكن ما فاتش نص ساعه الا والشركه كلها كانت قاريه الجريده دي وعارفه ايه اللي فيها ومفسراها على مزاجها. ياه. مش بس كده، التليفون ما بطلش رن، السوق كله بيسال ايه الحكايه. الدرجه دي؟ ده اللي خلاني بعد اذنك يعني ااجل الاجتماع رغم اهميته القصوى بالنسبه لنا لموعد تاني. امتى يعني؟ ما اعرفش، بس ده موضوع ممكن نتناقش فيه مع بعض بعدين. للدرجه دي الاعلام مهم؟ جدا. حتى لو كان بالمستوى الحقير ده؟ يا استاذ ماهر، الكلمه المقروءه لها مفعول السحر، خصوصا اذا كانت في موضوع مثير زي ده. وبعدين دي جريده اسبوعيه، يعني هتفضل قدام الناس طول الاسبوع، مش مجرد جورنال يومي الخبر الجديد هينسيك الخبر اللي قبله. تسمح لي اخد النسخه دي؟ هتعمل بيها ايه؟ مش عارف، هعمل محاوله كده وابقى ابلغك بعدين. باشمهندس ماهر، ايوه. ارجوك بلاش تهور، ممكن يسيء لينا اكتر ما يفيدنا. ما تخافش. الو، جريده همسات؟ انا ماهر احمد العربي. رئيس التحرير موجود؟ لبنى، فادي، دنيا، تعالوا يا ولاد. لبنى وفادي ودنيا عملوا موضوعات ممتازة استحقوا عليها الدرجة النهائية، سقفوا لهم. اتفضلوا يا ولاد، برافو عليكم. بريهان، تعالي لو سمحت. انتي بتاخدي دروس خصوصية يا بريهان؟ ايه يا عم عطية؟ سعادة المدير عايزة حضرتك ضروري. ايوه بس انا عندي حصة دلوقتي يا عم عطية. معلش هي عايزة حضرتك بسرعة. خير يا رب. طب ادخلي يا بريهان. حلوا الكومبريهنشن اللي انا اديتهولكوا لحد ما اجي يا ولاد، مش عايزة شقاوة ولا أي دوشة، ها؟ مسلينا. ايوه
استاذ. فضل الله شحاته مدرس الالعاب. ايوه يا استاذ فضل الله شحاته مدرس الالعاب. كنت عايز اسال حضرتك. بعدين انا عندي حصه دلوقتي. الله، ما حضرتك لسه خارجه من الحصه. ايه ده؟ انت هتحقق معايا ولا ايه؟ لا انا كنت عايز اعرف. بعدين. بعدين ربنا يقرب البعيد. يرضيك اللي بيعملوه فيا ولادك ده؟ ابنك عايز يرفدني يا أبي. ادخل. صباح الخير يا فندم. أهلا ليا. لينا يا فندم. أوه مظبوط، صح، عندك حق، أنا دايما أغلط في اسمك. عشان حضرتك كان ليكي واحده صاحبتك فلسطينيه اسمها ليا. مظبوط، أنت لسه فاكرة. شوفي يا ليا، أنا تقريرك السنوي قدامي. ممتاز ممتاز ممتاز. متشكره قوي يا فندم. حضرتك انا عندي حصه لسه باديه ومفيش حد في الفصل. لا يا ليا، ما تقلقيش على الحصة. أنا الحقيقة بعت مس رؤية تاخد الحصة بتاعتك. خير يا فندم، هو في حاجة حصلت؟ لا 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 لا، مفيش أي حاجة، كل خير إن شاء الله. بس الحقيقة يا ليا، أنت عارفة يا حبيبتي إن إحنا أهل. ده الدكتور أحمد يبقى أخويا الكبير. خير يا عمته، هو دكتور أحمد حصل له حاجة؟ لا لا لا، هو كويس والحمد لله، ما حصلوش أي حاجة. بس يعني أنا شايفة كده علاقتنا العائلية مش عجباني. لا مش فاهمة حضرتك. تصوري إن أنا ما شفتش ابنك لحد دلوقتي، مش غريبة دي؟ بس أنا فاكرة إن حضرتك شفتيه يوم سبوعه. بس ده كان من مدة طويلة قوي. لا، وشفتيه كمان يوم عيد ميلاده الأول، كنا عازمين حضرتك ودكتور أحمد. وكمان شفتيه في الحضانة وحضرتك بتمري عليها. بالأمارة قلتي إن هو عربي أصيل وشبه دكتور أحمد الخالق الناطق. صحيح. تصوري إن أنا نسيت. مس منصورة، حضرتك طلباني بسرعة وحالا عشان إيه بالظبط؟ أنا هقولك، وأنتي بقى تحكمي بيني وبينه. بينك وبين مين؟ ماهر جوزك يا ليا. حضرة المديرة لوحدها جوه؟
معقول كل ده يطلع من ماهر؟ لا، ملوش حق. عمري ما توقعت ان ده يبقى جزاء. حقك عليا يا عمته، انا هكلمه وخليه يعتذرلك. ايه رايك؟ انا عازماكي بكره على الغدا، هخليه يعتذرلك ويبوس على راسك كمان. طب عشان خاطرك انت بس يا ليا، وكمان عشان خاطر احمد الصغير اللي بقالي سنين ما شفتوش. بقت لوحدها جوه. ايه ده يا استاذ انت؟ حد يهجم على الباب كده من غير ما يخبط؟ انا اسف جدا يا فندم. استنى استنى عندك. انت ايه؟ وعاوز ايه؟ فضل شحاته. مدرس التربيه الاعداديه بالرياضه. مدرس الرياضه بالاعداديه. مدرس التربيه الرياضيه بالاعداد. نعم يا استاذ شحاته، خير ان شاء الله خير. لو ليك اي شكوى مكانها مش هنا، روح هناك عند مديرة الاعدادي، ولو عجزت عن حلها هتبعتها لي. ايه ده يا استاذ؟ عيد ميلاد حضرتك النهارده. كل سنه وانت طيبه. من فضلك جريدة همسات. اخر الطرق على الشمال.
مش دي جريدة همسات؟ ايوه رئيس التحرير جوه؟ موجود جوه. مساء الخير. سامي، حضرتك ماهر بيه العربي؟ ايوه. اهلا وسهلا يا فندم. اتفضل استريح دقيقة واحدة هدي سيادتك. اهلا وسهلا يا فندم، حضرتك نورتنا. ما كنتش اعرف ان ماهر بيه العربي صغير وامور كده. نعم. اتفضل يا فندم، غريب بيه مستني حضرتك. اهلا 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 يا ماهر بيه، دي خطوه عزيزه يا فندم وشرف كبير قوي لينا والله. لولا امي يسلمي على ماهر بيه العربي الرجل الاعمال المشهور. اهلا. لولا يا فندم اكتشافي الفن الجديد. لا لونا يا فندم، ده اسمها الفن الجديد، يعني القمر بالطلياني. ايه رايك يا ماهر بيه؟ واضح اني جات لك في وقت مش مناسب. طيب انا هبقى اجي لك تاني. لا يا فندم، ده وقت مناسب جدا. اتفضل ساعتك اقعد يا فندم، ده انا مستنيك على نار. اقعد فين؟ اتفضل هنا. سيجارة؟ لا انا ما بدخنش وما احبش حد يدخن قدامي. يلا يا لولو يا حبيبتي، كملي سجارتك في الحمام. لولو يا حبيبتي، روحي انت يا حبيبتي وقفلي الباب وراكي. تشرب ايه يا ماهر بيه؟ مش عايز. طب انا تحت امرك. الحقيقه انا كنت جاي وفاكر ان انا هلاقي جريده بالمعنى المفهوم ورئيس تحرير، يعني زي اللي بتشوفهم في السينما، مش كده؟ بالظبط كده. جيت لقيت مزبله، صح؟ للاسف. وللاسف برضه يا ماهر بيه، المزابل اللي مش عاجبه حضرتك دي ليها انياب وممكن تعور. غير صحيح. لا 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 لا، ده صحيح جدا، والا حضرتك ما كنتش جيت لحد هنا. انت بتوزع كام نسخه؟ اكتر مما حضرتك تتخيل. اصل احنا جرايد سخنه مش هتشطع، والناس بطبيعتها ماهر بيه بتحب الاكل المشطشط. من الاخر، عشان انا مش فاضي اخش معاك في جدل طويل. مين اللي نشر الموضوع العدد الاخير؟ انا كنت عايز اقول لحضرتك. مش تعرف ايه هو الموضوع الاول؟ عارف. ايه مصادر معلوماتك؟ لا 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 يا ماهر بيه، ميثاق الشرف الصحفي بيقول. بلاش اللون ده معايا. ميثاق شرف؟ انتوا مالكم مال الشرف؟ انت عايز المفيد؟ يا ريت. المفيد يا ماهر بيه ان انا الاسبوع اللي فات لقيت ورقه هنا على مكتبي فيها كل الاخبار اللي انا نشرتها ديت، طبعا بعد ما حبشتها من عندي. مين اللي بعتها؟ ما اعرفش، لكن اكيد الواحد بيحبني. شوف يا ماهر بيه، احنا ناس ارسوقيه، نقوم الصبح نرمي شبكنا ما يعرفش هيصطاد ايه، ما لقيناش فيه اخبار سخنه نخترع اخبار سخنه. بس انا تحت امرك، عايزني الغي الخبر ده؟ الغيه، انزل لك اخبار ضد منافسين ليك في السوق؟ برضه تحت امرك يا ماهر بيه، احنا ناس ارسوقيه على باب الله. طب اسمع بقى اللي هقول لك عليه. انت عندك كاميرا؟ 4 فيها واحده بترش ميه. وبتفهم طبعا في شغل التصوير ولوازمه. يا ماهر بيه انا قلبي اتفتح لك، انا اصلا مصوراتي بتاع افراح.
طيب هات الكاميرا بتاعتك وتعالى معايا. على فين؟ انت مش بتقول انك ارزاق جه على باب الله؟ ايوه. خلاص هات الشبكه بتاعتك وتعالى، قصدي الكاميرا، عشان تلقط رزقك. عسل يا ماهر بيه، والله عسل. بس بقى لا مؤاخذه، اللي اوله شرط اخره نحت. انا هشتغل معاك بالساعه ولا بالمقطوعيه؟ انت متاكد انك رئيس تحرير؟ يا فندم بس لو سعادتك تفهمنا احنا رايحين فين؟ هتعرف كل حاجه دلوقتي. يا عمر المكن وصل؟ جميل، وهتركبوه دلوقتي. طيب انا جاي لك وجايب لك معايا عبقري تصوير. لا هنصور المكن وهو بيركب بس. ماشي حبيبي، مسافه السكه. مع السلامه. قلت لي اسمك ايه؟ غريب. غريب الغريب يا فندم. ده اسمك؟ ده انت كلك غريب. يا فندم سعادتك وصفتني بالعبقري، نفسي اعرف عرفت الحكايه دي ازاي؟ ست منصورة، ست منصورة، ست منصورة، الغدا جاهز، اتفضلي. الو، ايوه موجوده، حاضر. ست منصوره، الاستاذ فضل الله شحاته. بتقولك هي نامت. مع السلامه.
يلا نبدأ. يلا بسم الله. اتفضل معاليك. هو احنا كنا وصلنا لغايه فين؟ لغاية يا سيدي الموقف المؤثر اللي حصل بين حضرتك وبين جده نعمان بعد وفاة مرعي. الله يرحمك يا مرعي. بعد إذن حضرتك يا بابا أنا اقترحت اسم الفصل ده من الكتاب. اللي هو ايه؟ ظل الأب. إيه رأيك؟ اسم موفق جدا، ظل الاب. المهم ان ابويا بظله الوارف عرف يخرجني من الحاله النفسيه السيئه اللي انا كنت فيها، ورجعت مدرستي تاني. يعني نجحت في السنة دي؟ انا كنت دايما بنجح، لكن بتقدير معقول، وما افتكرش ان في حاجه مهمه حصلت في الفتره دي. لا 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 لا، استني افتكرت في حاجه مهمه جدا. بعد ما خلصت امتحان ورجعت تاني بالاجازه من دمياط، لقيت امي حامل. فعمتي منصورة؟ بالظبط كده. بعد 15 سنه انقطاع رجعت تحمل تاني. طب وعملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، امي اللي كانت مكسوفه مش عارفه تقابلني ازاي. يا فضيحتي ياني يا فضيحتي، هقابله ازاي يا حسني وانا بطني قدامي كده؟ يا سلام، ده انت عامله حسابه قوي يعني. امال يا بنت مش بقى راجل هقول له ايه بس؟ ولا تقولي ولا تعيدي، ده حتى يمكن ما ياخدش باله. ما ياخدش باله ازاي يا بنت؟ واللي مدد قدامي متر دي. يعني انت يا خالتي كنت لازم تحبلي تاني. يا بنت هو اني كان على بالي؟ ما كنا خلصنا من الحكايه دي من زمان. ما قلتليش هعمل ايه دلوقتي؟ انا عندي فكره يا خالتي. قولي يا بنت بالعجل احسن زمانه جاي. يا سبتي يا نصيبتي اهو جه يا ولاد جه. هعمل ايه هروح فين؟ يا مصيبتي يعني يا فضيحتي يا فضيحتي. الحمد لله على السلامة يا حاج أحمد. الله يسلمك يا عم فرج. انت مش هتخش معايا ولا ايه؟ لا عندي مشوار كده صغير هقضيه وارجع اخد ام احمد. هي جوه؟ ده كلهم مستنيينك يا جدع، دول ده بحلك كمان. بقول لك ايه يا حاج احمد، ما تنساش والنبي تشيلني مناب. ماشي يا عم فرج. سلام. عليكم السلام. أما 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 الحمد لله بالسلامه يا احمد. الله يسلمك يا نجاة. ازيك يا احمد؟ ازيك يا نجاة؟ ازيك جوزك؟ ايه ده؟ الف الف مبروك يا الله حسني. يبارك فيك. جوزك عامل ايه يا بنت؟ ازيك يا احمد؟ ازيك يا ليلي؟ لوحدي كده؟ لوحدك كده ازاي يعني؟ مس ليلى اتخطبت يا احمد. بارك ليه؟ اتخطبت؟ ايوه يلا. ايه مش وشي كده ولا ايه؟ لا يعني مش قصدي، بس تتخطبي من ورايا يا ليلى. فاتحه بس يا ولد. كانوا عايزين يقدموا الشبكه، لكنني قلت لهم لا يمكن، وحلفت لهم 30 يمين ما تتعمل شبكه ولا جنس شيء الا ما اخويا احمد يرضى. ومين ده اللي تهفف نافوخه وبصلي؟ الاستاذ سعفان بتاع الوحده المجمعه. المدرس؟ ايوه يا احمد، ايه رايك؟ يعني ومالك بتقولها من تحت ضرسك كده ليه؟ شافك فين ده يا بنت؟ في المجمعة، لما كنت بروح مع عمك المستشفى اللي هناك شافني. هي امي حجزوها في المستشفى؟ لا يا ضنايا لا، مين اللي قالك الكلام ده؟ امك بخير. امال هي فين؟ في اوضتها جوه. في اوضتها؟ في اوضتها بتعمل ايه يعني؟ هي مش عارفه انني جاي؟ عارفه. امال ايه؟ هي اصلها بعافيه شويه. بعافيه ازاي يعني؟ الصداع اللي بيجي لها ده؟ اما 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 مالك يا امي؟ احمد انت جيت يا حبيبي؟ سلامتك يا امي، الف سلامه. تسلم لي من كل راضي يا ضنايا. لسه الصداع اللي كان بيجيلك ده يا امه؟ ايوه الصداع بيتعبها قوي يا كبدي، ما بتنامش منه لا ليل ولا نهار. سلامتك يا امه.
تسلم لي يا حبيبي. اتعشيت؟ لا، وانا هتعشى فين؟ ده انا لسه واصل. يلا خدوا اخوكوا يا بنات، خدوا اخوكوا عشوه. وانتي مش هتقومي تتعشي معاه؟ يا بنت اني تعبانه يا بنت. عقبال التعبانين ما يبقوا زيك كده يا رب. جرى ايه يا بت يا ليلى؟ هو في ايه ياما؟ مفيش حاجه يا اخويا، امك بتتدلع، قولي له يا خالتي وخلاص. تقول لي على ايه؟ على اللي هي مخبياه، هي دي حاجه تستخبي؟ امك هتجيب لك اخ يا احمد. اختي يا بت، اختي. هجيب لك اختي يا احمد. اصل البت ليلى خلاص هتتجوز وتسيبني. يعني يرضيك يعني يا احمد؟ يرضيك اقعد كده لوحدي من غير بنات؟ قال يا خالتي احمد مش عاجبه، مش عاجبه الاستاذ سعفان خطيبي. حقا يا احمد؟ لا يا حبيبي، ده راجل كويس. مش كويس وبس يا خالتي، ده احسن واحد في بلدني وفي البلاد اللي حواليه. على مهلك يا ليلى، على مهلك شويه. طب شفتوا واحد فيكي يا بلد بيلبس قمصان مشجره غيره؟ بذمتكم شفتوا؟ ولا الفرقه اللي بيفرقها على الجنب؟ ولا انور وجدي في السيم؟ ايوه، وكمان رحت السيمه. لما يتجوز هيوديني، هو قال لي كده. امال عرفتي انور وجدي منين؟ من المجلات اللي بيجيبها لها يا اخوي. ايوه يا احمد، ده بيجيب لها مجلات الدنيا دي. البت خلاص ما بقاش حد عاجبها في البلد دي بحالها. قومي يا خالتي بلاش دلع. يخيبك يا بنتي يا ليلى. البت دي بتموتني من الضحك يا احمد. انا مش عارفه لما البت دي تتجوز انا هعمل ايه من غيرك. يعني يلا يا حبيبي، يلا عشان تتعشى. يلا تعال. كان منظرها غريب قوي في عيني. كنت مستغربة وهي ماشية قدامي. الله، اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا حاج احمد. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. جيت امتى؟ انا لسه واصل من شويه. وعملت ايه في الامتحان؟ الحمد لله. يعني هتنجح السنه دي؟ ان شاء الله يابا هنجح ان شاء الله. ان شاء الله. مساء الخير يا مساء الخير يا مساء الخير يا عرايس. امال امكم فين؟ سألت عليك العافية يا بحر. يو وسايله كمان عنك انت. ما قلت لك قبل كده ما تشيليش حاجه تقيله. يوجدك هنا يا ابو احمد. له طبق الرز حاجه تقيله؟ دي القشايه حاجه تقيله. انا عايز الواد يطلع عافي وبصحه كويسه. واد ايه الدرافه؟ بت ان شاء الله. انا نفسي في بنتي يا ابو احمد. واد بت كل اللي يجيبه ربنا كويس. يلا يا احمد، يلا يا اولاد، يلا تعالي يا عيد، تعالي اقعدي اقعدي. احمد يلا يا احمد، بالراحه بالراحه. امال فين نجاة؟ روحت عشان تعشي جوزي. طب يلا يلا يا اخوانا، حكيماني اللي هيقسم المره دي. اكبر نصيب هيروح لمراتي وبعده الحاج احمد. بسم الله. ودي يا عائلة بالهنا والشفق. قولي انت بالهنا والشيفي. بالهنا والشفق. ما كنتش طايقهم هما الاتنين. كنت شايف انهم بيدلعوا بشكل اوفر. ده غير ان انا كان جوايا احساس بانهم ارتكبوا جريمه في حقي. بعد كده عرفت في علم النفس ان ده احساس طبيعي عند المراهق. مش ملاحظ حاجة؟ ايه هي؟ ان خلاص ما بقاش في رعشة ولا في ايديك ولا في رجليك. هو كان في رعشه اصلا يا بنت؟ لا ازاي يا عم الدكتور، كان في طبعا. ايه رأيك تكلم الدكتور بتاعك علشان يجي يشوفك؟ معقوله؟ يا اما نروح له احنا.
انت ايه؟ زهقتي مني ولا ايه؟ اطلاقا. حلو قوي اطلاقا دي طالعه زي الرصاصه. انا بس بيتهيألي ان هو لازم يجي يشوفك علشان يراجع الدواء بتاعك، يمكن بعد كده ما تكونش محتاج لدواء. عندك حق، انا هكلمه. طب يلا بقى يا عم الدكتور، يلا نروح ناخد دش ونبدأ الشغل. دي افضل صور لقيتها لك عندي من وجهة نظري. هتعرف تعمل الحكايه دي ولا مش هتعرف؟ ما تخافش يا باشمهندس، انت بنفسك مش هتصدق النتيجه، دي حاجه سهله خالص. يعني انت متاكد من النتيجه؟ يا باشا المونتاج ده لعبتي، انا اصلا كنت بمنتج صور الافراح قبل كده. ايوه يا استاذ صبحي. طيب انا هكون عندك كمان شويه، مسافه السكه. مع السلامه. انا مضطر امشي دلوقتي. انت هتخلص على امتى؟ هسهر لك عليهم الليله دي. يعني بكره اشوف النتيجه بدون مقاطعه. طب يا غريب، سلام. سلام يا باشا. طمني. ربنا يسهل. انا بعمل حاجه كده لو مشيت اقول لك عليها. طيب دلوقتي الدكتور المفروض يكلمني في اي وقت، اقول له على خبر الجريده ده ولا لا؟ طبعا لا. طب مش ده جايز يخليه ياخد القرار ويجي على طول؟ هو ممكن يتعبه، واحنا ما نعرفش وضعه الصحي دلوقتي شكله ايه. الافضل اننا نستنى شويه لغايه اما الموضوع ده يتسوى. هو ممكن يتسوى؟ اعتقد كده. ازاي يا باشمهندس؟ ارجوك شاركني معاك. اول ما اتاكد هقول لك كل حاجه، اديني بس يوم ولا يومين. اوكي. مش هتقول لي بقى على ايه؟ على الست اللي كانت عندك من كام يوم دي. مدام شاهندة. ايوه مدام شاهندة. معلش يا باشمهندس، انا مش مفوض اقول اي حاجه بخصوصها. مش مفوض من مين يعني؟ وبعدين بقى يا باشمهندس ارجوك بقى. اوكي يا عم صبحي. طيب سلام دلوقتي. حد سأل عليا؟ فكرة ايه سأل على سعادتك؟